بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أحب أن أشكر جميع المتجاوبين على رسالتي التي أرسلتها للسودان، شعب السودان الشقيق الحبيب. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. يعني حقيقة فرحت جدا لأنكم تجاوبتم معي بسرعة. ما توقعت يعني يجيني تجاوب سريع، ومع ذلك ما قرأت كل التعليقات لسه، لأنه الآن خلصت الشغل. وتعرفوا السويد عندنا الآن هذا التوقيت بيكون ظلمة، عشان تعرفوا بس إنه أنتوا محظوظين جدا إنه عندكم شمس دائما، وأنا مشتاقة للشمس. فكلكم اللي عزمتوني للسودان واللي قلتوا لي أهلا وسهلا فيك في السودان، أشكركم جدا. احنا دائما كنا إخوة وسنبقى إخوة، والآن كمان يعني صارت علاقتنا وطيدة بإذن الله. تجاوب جميل جدا صراحة، ما قرأت ولا أي تجاوب سيء، يعني كان كله تعليقات جميلة. يعني فعلا شعب السودان رائد في هذا الموضوع. يعني أنا دائما من زمان، مش جديدة علي، دائما أقول كيف يعني هذا الشعب يقدر دائما يحل خلافاته بالكلام بدون يعني بخلافات تحصل في كل البلاد، بس شعب السودان يستطيع أن يعني بيتحدى كل الظروف وبيمر عليها بدون ما يكون فيها سفك دماء كثير. أنا هذا اللي أعرفه، إذا كنت غلطانة صححوني. شعب مسالم جدا عن جد. السلام كمان يعني هي أساس كل شيء. إذا فقدنا الأمن في الحياة ما نستطيع نعمل أي شيء. الأمان هو مهم جدا، وما تعرف هذا الناس ما تعرف الأمان أو ما تعرف قيمة الأمان إلا إذا فقدته. يعني فنحن زي ما بيقولوا يعني الصحة لا يعلمها إلا المرضى، زي ما بيقولوا، لأنه المريض هو اللي يعرف قيمة الصحة. ما اللي عنده صحة يمشي ويروح، وحتى ما قليل جدا حتى ما نشكر فيها الله سبحانه وتعالى. يعني عشان كده انتم ما شاء الله بلادكم عندها ميزات كثيرة طيبة. فنحن دائما زي ما قول ربنا يعني ولئن شكرتم لأزيدنكم. فلازم دائما نحن نشكر ان انتم جيراننا الطيبين. دائما ايش بيقولوا؟ جاور السعيد تسعد. أما اللي جيرانه أصحاب المشاكل فدائما حياته بتكون مشاكل معهم. فأشكركم جدا من كل قلبي، وإن شاء الله أزوركم يوم من الأيام كمان. زياراتي زمان، أنا لما حكيت لكم إنه أنا كنت جاية، أنا صار لي الآن في السويد 35 سنة. لكن زيارتي للسودان دائما لها ذكرى جميلة في نفسي. وحتى لما أجد يعني أنا ما أعرف كثير يعني علاقة قريبة جدا سودانيين، لكن عندنا في السويد كمان كثيرين سودانيين، وإلا أعرفهم كلهم ناس طيبين. أنا ما حصل معي شفت تعرفت على ناس سودانيين. طبعا ما معناته إنه السودانيين ملائكة، ما قاعدة أبالغ، بس ما حصل، ما صدف معي أي شيء سيء معهم. فبالتالي حابة أشكركم جدا، وأتمنى أنه يكون تواصل، لأنه أنا الآن معناته حابدأ أكثف العربي كمان، بما أني دائما مركزة على التجرينيا، وخلينا نريح أهل التجرينيا شوية يمكن. فإن شاء الله حيكون عندي برامج بالعربي. بدأت بس ما كملت، لكن إذا في الآن يعني متابعين حيكونوا لزاز يعني زيكم، فحكثف إن شاء الله. وطبعا أنتم ما محتاجين أي شيء مننا، بس إنه من باب إنه نوطد العلاقة بيناتنا، وممكن نشارككم في تجاربنا هنا في أوروبا، أشياء ممكن تفيد، أو يعني حاجات بسيطة يعني. فإن شاء الله تعالى. أما بخصوص الآن أهالينا عندكم هناك، نحن احنا عارفين إنه ما حيكونوا ناقصهم شيء معاكم. يعني الحمد لله إنهم جو على السودان،
وما راحوا على أي بلد تاني. فالله يعينكم على مشاكلكم وعلى الضيوف اللي جايين، وإن شاء الله تعالى في ميزان حسناتكم، عن جد في ميزان حسناتكم، لأنه كل ما يعمل الإنسان كل خير دائما لما يكون خاصة لوجه الله سبحانه وتعالى بيلاقيه يوم القيامة. وأنا يعني أنتوا أعطيتوا صورة جميلة جدا عن الإسلام والمسلمين، بما أنه أنتوا ما بتفرقوا بين الناس، ما بتفرقوا هذا مسيحي وهذا مسلم. اللي أنا سمعته من الناس، كل الناس اللي كانت في السودان حتى الآن اللي تجاوبوا معايا في التعليقات، حتى كتبوا فعلا بالتقرينيا، كتبوا قالوا إنه شعب السودان يعني اللي مروا من بلادكم كلهم يذكروكم بالخير. وهذه يعني انه انتم سفراء للخير، من ناحيه انكم افارقه، من ناحيه انكم مسلمين، من ناحيه انكم جيران طيبين. حقيقه ممكن تعيش مع ناس ما تجد هذا الشيء. فبالتالي يعني انتم نمبر 1 في القرن الافريقي بدون اي مبالغه يعني. لانه نحن بلاد الحبشة طبعا كما تعلمون كانوا هم اللي لقوا المهاجرين لما جاءوا إلى أرض الحبشة بعد معاناة من قريش ومشاكلهم. جزاهم الله خير، يعني استقبلوا الناس أرض الحبشة. الآن كما سمعتم أيضا مسجد النجاشي قذف بالطيارات، وأخذوا كل الممتلكات اللي كانت موجودة في المسجد، وقتلوا ناس. يعني حقيقة اللي قاعد يحصل المأساة اللي قاعد يحصل، أرجو أنه أنتم كمان تساعدونا. السودانيين عندكم ما شاء الله يعني إعلاميين ويوتيوبرز يعني كمان موجودين كثيرين، وفي ناس كثيرين ما شاء الله فيها خير. شايفيني إن شاء الله حولع اللمبة لما أوقف شوية، ما مشكلة، شوية مبينة. يعني في يوتيوبرز كمان وفي ناس تانيين. أتمنى إنه أنتم كمان تشاركوا معنا بالصوت وتسمعوا لنا العالم، حتى يعني يوقفوا الحرب. يعني نحن عاوزين إنه الحرب توقف، يعني يكفي. أكتر من كده إيش حيعملوا؟ يعني حيبيدوا الناس كلها. ما تركوا شيء ما عملوا، ما في شيء ما عملوا. انتهكوا حرمات الناس، انتهكوا عملوا أشياء كثيرة. والله كان في ضلمة أنا فأرجو إنه أنتوا تتعاونوا معنا بحيث إنه توصلوا أصوات المساكين هدول، وتطالبوا العالم كله أنه تتوقف الحرب. يعني هذا يعني رجاء مني لكم، وأنتوا إن شاء الله يكون في ميزان حسناتكم. أما غير كده يعني إن شاء الله يعني يكون عندنا تواصل. وأنا حابة أيضا إذا في ناس تعرفوهم أو يوتيوبرز أو هناك موجودين ناس وأنتم قريبين من المكان اللي فيها اللاجئين، إذا تعرفوا أحد يعني يتواصل معي، بحيث إن احنا ممكن نعمل لقاء مباشر معاهم، أو إنه تسعفونا بالأخبار عنهم. وهل نحن نستطيع نتعامل مع جهة معينة نستطيع نوصل لها المساعدات، يعني أشياء زي هيك. في ناس في جمعيات إغاثة أيضا هي تتعامل مع اللاجئين هناك في السودان. لكن جيد إذا وجدنا أيضا من عندكم مباشر. فهذا هو اللي اليوم أنا حابة أقوله. تقرنيا تزاربكو بعربية تزاربكو نقرأكم نزوم السودان زلأ كلهم ملسي زي مسجونكم مساتم ملسي سلازل أخو لأنه عم بزعبوا أمي زارب زلخو مسجونهم زلخو دجنا. إن شاء الله سيكون لنا لقاء متكررة. وتحياتي للشعب الجميل. السودان دائما لما الواحد يتذكر السودان، أنا ليش أحب السودان، الثوب السوداني يعجبني جدا، وإن شاء الله حجيكم مرة لابسة الثوب السوداني. أحب حنة السودانيات، يعني الحنة يعني سيمة المرأة السودانية، يعني دائما ما بتطلع من يعني ما بتشوفها بدون حنة. دائما يعني أنيقات في لباسهن. و المرأة السودانية أيضا بقوتها. وأنا أستغرب يعني ما شاء الله عندكم شاعرات،
يعني قلتوا لي على إيش اسمها الشاعرة، روضة الحاج، أي ذكرتوني باسمها، والسودانية هاي إلياس، مين هي؟ داليا إلياس، كان عدة أسماء خبرتوني. بس كلهم ما شاء الله شاعرات كثيرات عندكم. نحن أنا ما أعرف عندنا شاعرات ولا لا. لكن أنتوا يعني الجيل القديم كانوا نساء شاعرات كثيرات، والآن حتى الشابات كمان بعرفهم، يعني ما حافظة أساميهم، بس أنا لأني أنا أحب الشعر، وأنا من الناس اللي يكتبوا، يعني مش كتير لكن صار لي فترة، بس يعني عندي عدة كتابات، وكان عندي كمان مش شعر لكن نثر بالعربي، كتبته لما كنت في الأردن، يعني وأنا أدرس شريعة، فعندي رغبة في الكتابة، فأنا ما شاء الله يعني بستغرب. يعني أنا عجبني الشعر اللي قدمت لكم، هذا الشعر تبع البيوت، يعني له معاني كثيرة جدا، يعني فعلا إنه كل بيت له خصوصياته، إنه كل بيت له مشاكله، زي كل بلد، كل بيت زي كل بلد. لكن في النهاية كلنا نحن، كلنا كلكم من آدم وآدم من تراب. يعني هذا اللي عجبني الفحوى كله، إنه فعلا الناس سواء كانت فقيرة، سواء كانت غنية، سواء كانت يعني تملك العلم، سواء كانت جاهلة، كلنا في الأول وفي الآخر يعني يعني خلقنا لهدف معين في هذه الدنيا، اللي هو الابتلاء وعبادة الله سبحانه وتعالى. وفي النهاية الكل سيغادر، يعني الكل سيغادر هذه الدنيا، وما يبقى عنده إلا الذكريات، الأشياء اللي عملها، الأشياء الخيرة الطيبة اللي الله سبحانه وتعالى يحبها والناس تحبها، هي اللي تبقى. يعني وإلا ما أحد حيدوم، البقاء لله سبحانه وتعالى، وكلنا ننتظر. أعتقد ربما تتصلون، لكن ما أستطيع أن أجاوب الآن إذا كان منكم، يعني فبالتالي آه، المتطفلين، أيوة هكذا إن شاء الله. في ناس تعرفون يعني في هذا الزمن الآن كثير من الناس ما بيحب، صار بطل يحب الخير. جاني التليفونات لأني جاية عندي صديقتي وراح أنزل يعني. المهم أصبح عندنا ناس كثيرين ما يحب الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الهداية لنا ولهم، وإنه يتعلموا من شعب السودان الطيبة والسلام والتعاون مع الناس. يعني حقيقة كاف حزب السودان كل ما رزق بعنا تطعم مخانهم، تطعمات مخانهم، سب محجازهم، سب مردهم، سلام مفتاوم كاباتهم سكن مهار أنتم أتيهم ما بستربشوا زلهم تمهاروا خابتهم كالوت حبرة سبات تسفاي يقبر. إذا خان كل سب شربوا لي. أرجو أنه تشاركوا الفيديو لكل الناس حتى تصل لعدد كبير من أهل السودان. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، يكون لنا لقاء آخر. وما أقول إلا أنه جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ودائما يجمعنا يا رب على الخير وعلى المحبة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.